السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض شوية قرص طرية فلاحي ريحتها هتجيب معاكي لآخر الشارع. ده كده معايا أول حاجة الشمر واليانسون، أنا نقيته كويس جدا، وبعد ما نقيته حطيته على البوتاجاز وتحمص معايا لحد ما أخد معايا الشمر واليانسون اللون الذهبي. بعد ما برد حطيتهم في الكبة وطحنتهم ناعم. جهزت البولة، وده كده معايا 2 كيلو من الدقيق أنا نخلاهم كويس جدا. هنزل عليهم بالشمر واليانسون اللي انا حمصته، وكيسين من الخميرة الفورية، وكمان معلقتين كبار من السكر، وكمان رشة من الملح. ادي كده مقادير الاتنين كيلو. انا هسيبلك في صندوق الوصف مقادير الكيلو، وانت ممكن تضاعفي الكمية زي ما انت عاوزة. ورشة الملح، وقلبت كله كويس مع بعضه، ودي كده المواد الجافة. ونزلت عليهم كمان بمعلقتين كبار من السمسم، لو انت حابة تزودي سمسم مفيش اي مشكلة. نيجي بقى كده للمواد الدهنية. ال2 كيلو دقيق أخدوا معايا كوبايتين من السمنة وكوبايتين من الزيت. هبدأ بقى كده بعد ما نزلت بالزيت والسمنة على الدقيق، هبدأ بقى كده ألم الدقيق مع السمنة والزيت كويس جدا، واحس كده ان الدقيق شرب الزيت والسمنة. عايزة نقولك المرحلة دي اهم مرحلة معانا النهاردة في القرص بتاعتنا، علشان القرص تطلع معانا ناعمة، وكمان تدينا كده ايه، يعني طراوة كده للقرص. هبدأ بقى كده أبس الدقيق مع المواد الدهنية كويس جدا زي فكرة الكحك بالظبط. هنزل بقى كده باللبن الرايب، انا كان عندي اللبن ده كده كان قاطع معايا، ده كده اللي انا عملت بيه القرص. هبدأ بقى كده انزل باللبن الرايب بالتدريج على الدقيق بتاعي، وهبدأ بقى كده الم الدقيق لحد ما يتكون معايا عجينة. 2 كيلو الدقيق اخدوا معايا حوالي كيلو من اللبن الرايب. هبدأ بقى كده ألم العجينة بتاعتي، بصوا شايفين ما فيهاش أي تلزيق، وزي ما انتوا شايفين كمان البولة معايا نظيفة، وإيديا كمان نظيفة ما هيش ملزقة ولا أي حاجة. ده كده العجينة بتاعت القرص بتاعتنا. هغطي عليها وهسيبها بقى كده ترتاح حوالي نص ساعة لحد كده ما اجهز العجوة بتاعتي. انا النهاردة عملتها بالعجوة، لو انت حابة تعمليها سادة او تحشيها جبن، يعني الحاجة دي بقى كده ايه، ترجع للحاجة اللي انت بتحبيها. حطيت بقى كده على العجوة، ده كده معايا 2 كيلو دقيق أخدوا معايا كيلو من العجوة، لكن جيبي نوع عجوة يكون كويس علشان يعني ما ينشفش منك أثناء التسوية. حطيت عليها معلقتين كبار من السمنة البلدي ومعلقتين من السمسم، وبدأت كده ايه اعجنها لحد ما بقت معايا طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كورتها علشان يعني ما اخدش وقت اثناء تشكيل العجينة. ده كده بقى شكل العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت حوالي نص ساعة. هديها بقى كده البوكسين اللي احنا عارفين دول كده اللي بيخرجوا الهواء بتاع العجينة. وهبدأ بقى كده أقسم العجينة بتاعتي لكورتين. أول كورة هبدأ بقى كده ألفها على شكل رول كده بالطول، وعلى قد قبضة إيدي هبدأ إيه أشكل العجينة بتاعتي علشان الكور بتاعتي تبقى قد بعضها، أو القرصاية تبقى نفس الحجم. ادي كده العجينه اهي بقت على شكل رول، وما بين كده قبضه ايديا يمكن انا بتكلم وانتوا عينيكوا شايفه. ادي كده بقى ايه الكور بتاعه القرص بتاعتي. عايزه اقول لكم على كام حاجه كده تاخدوا بالكم منها. ده كده العجوه انا حطيتها في النص، وزي ما انتوا شايفين انا حطيت الكوره زي ما هي. هبدا كده اديها طبطتين. عايزه نقولك ان الخطوه دي بتخلي يعني العجوه تقف في النص كده، يعني مش يعني ما بتبقاش ماليه القرصايه كلها. يعني لما بتحطي كده العجينه بتلاقي كده وتبططيها، بتلاقي العجوه يعني مش بتتفرد ولا اي حاجه. لكن لما بتبططي العجوه وبتحطيها في النص بتبقى فرشه في العجينه كلها. اكيد انت فاهماني انا قصدي ايه. يعني انت افردي العجوه الاول كده بايديكي، وبعدين حطيها في نص العجينه. هتديها بقى كده ايه طبطتين، هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهوله. هجيب بقى كده الصينيه وهبدا كده ارص القرص بتاعتي. عايزه نقولك ريحتها في منتهى الجمال، وريحه الخميره كده بدات تظهر، والشمر واليانسون هيدوها طعم وريحه في منتهى الجمال. ادي كده العجوه اهي مبططه، حطيتها في النص، وتيجوا كده تفردوا بايديكم هتلاقوها بتتفرد معاكم بكل سهوله. انا هعمل معاكم كذا واحده علشان يعني ايه تاخدوا بالكم.
طبعا انا العجينه لازم كده ايه يعني تبقى طريه معايا علشان السطح او الملمس بتاعها يكون طري. ادي كده العجوه بفردها اهي زي ما انتم شايفين، وببدا كده اقفل عليها واديها كده التبطيتين، بتلاقوا كده العجوه اتفردت معاكم بكل سهوله. يبقى انا كده قلت لكم على طريقه العجوه اللي انتوا هتشكلوا بيها او هتحطوها في العجينه ازاي. هتجيبوا بقى كده السكينه وتبداوا كده تعملوا ايه تشققات كده في قلب القرصايه. عايزه نقولك بتدي شكل يعني في منتهى الجمال للقرص الفلاحي بتاعتنا. لو انت مش عايزه تعملي التشققات اللي بالسكينه دي ما تعمليهاش، بس انا عن نفسي انا بحب الحركه دي قوي، لان بتدي كده للقرصايه يعني شكل في منتهى الجمال. هبدأ بقى كده ايه بالسكينة كده اعمل القرص بتاعتي واعمل الكمية كلها. عايزة نقولك بقى كده ايه، انا في المرحلة دي كنت مشغلة الفرن علشان القرص لازم تدخل على فرن مسبق التسخين. انا بعد ما عملتها كده بالسكينة انا سبتها حوالي ساعة او ساعة ونص لحد ما ارتفعت معايا وخمرت بالشكل ده. ودي كده المرة التانية اللي انا سبت القرص بتاعتي تختمر فيها. ده كده القرص بتاعتي زي ما بقولك هتدخل على درجة حرارة 200 رف اوسط، بتاخد لون ذهبي من تحت، وبتطفي عليها وبتشغلي عليها الشوايه لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي. حرفيا والله يا جماعه الريحه بتاعتها يعني قلب الدنيا في البيت كله. ده كده بقى شكل القرص بتاعتي اللي كمان الطعم بتاعها في منتهى الجمال، والشمر واليانسون واللبن الرايب عطيها قيمه غذائيه عاليه. ده كده شكل القرص بتاعتي. يلا لايك واشتراك ودعوه حلوه من قلوبكم. باي باي.